الثعلب طبعا هادي جدا. طريقة تربيته سهلة أوي يعني مش مزعج كده. ده هو على كده يعني بتاع دوت يعني خايف. هم خايف عشان عدد كتير مع بعض. كمان لسه هم كلهم جايين جداد فجايين من سفر وكده فايه جايين تعبانين شوية. ملوش حدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة قناة نجاح بلا حدود رجعت لكم تاني. أحمد شويبس وأحمد السكندري راجعين لكم تاني بفيديوهات جديدة، والنهاردة بقى معانا كمية ثعالب بسم الله ما شاء الله. يعني النهاردة هنتكلم عن طريقة تربية الثعلب، وهنتكلم عن أسعار الثعالب وأنواعها. تعالى بقى نشوفوا بقى سكندري على الثعالب. طبعا الحاجات النهارده بقى ايه يعني الحاجات كلها أليفة طبعا اهي. في احجام كمان، في حاجات صغننة وفي حاجات كبيرة. ده طبعا الثعلب الأحمر الزراعي. الثعلب الأحمر الزراعي. في طبعا فرق حجم باين اهو. بس هو فرق أعمار يعني مش فرق ايه؟ يعني هو لا ده كل ده نوع واحد. كله نوع واحد. بس هو فرق أعمار. طبعا احنا مفرشين نشارة عشان المخلفات بتاعتهم وكده ميبقاش ريحتها وحشة. هات كده هات. نضيفهولك بس بالنشارة. خد ملح. سيبه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ده الثعلب اسمه ايه يا سكندري؟ الثعلب الاحمر الزراعي. الثعلب الاحمر الزراعي. الثعلب الاحمر الزراعي زي ما انتم شايفين اهوت. حاجات هاديه جدا يعني وجراوه صغننه خالص. هو نوع بري لكن نوع بري هو على فكره يعني اليف جدا. يعتبر يعني افضل نوع في التربيه والله يعني الفنك وكده يعني بالنسبه لسعره. بالنسبه لطريقه تربيته وشكله وكده. ده ارخص من ده يعتبر ارخص نوع. صح كده؟ عندنا 3 انواع في مصر طبعا. في اللي هو الثعلب الفنك، وفي الرمل الاحمر، وفي اللي هو ده الثعلب الاحمر. الثعلب الفنك طبعا مشهور جدا طبعا، موجود كتير منه. طب ده كده عمر قد ايه؟ والكبير ده عمر قد ايه؟ ايام يعني ده 45 يوم، ممكن تلاقي الثاني مثلا بالكتير قوي شهرين. لما يبلغ بقى يكون بالغ؟ لا بيبقى حلو كده، اكبر من القطه بحاجه بسيطه. ايوه بيبقى مثلا قد ايه في العمر؟ قد ايه في العمر؟ بعد ال7 شهور ان شاء الله و8 شهور. بعد 7 شهور 8 شهور. ده بالنسبه للذكر. الانثى لازم تكون تمت السنه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا يعني هو لما بيكون جرو كده صغير بيبقى سهل جدا ترويضه. احنا بنروضه عادي كده زي ما انتم شايفين اهو. بص مفيش عض نهائي اهو. الجرو اهو بسم الله ما شاء الله. حتى لو حطينا ايدينا في قلب بقه حتى عشان حتى بس لو فتحنا بقه عادي جدا اهو. نقرب الكاميرا كده اهو. الثعلب طبعا هادي جدا. طريقة تربيته سهلة أوي يعني مش مزعج كده. ده هو على كده يعني بتاع دوت يعني خايف. هم خايف عشان عدد كتير مع بعض. كمان لسه هم كلهم جايين جداد فجايين من سفر وكده فايه جايين تعبانين شوية. لكن هم هاديين خالص اهو، حاجة زي العسل يعني. طبعا ده الثعلب الأحمر زي ما قلنا. في اللي هو الثعلب الفنك اللي هو الثعلب الصغير خالص اللي هو بيقول عليه بياكل توت أو طبعا هو سهل تفريغه. سهل تفريغه بس محتاج مساحة. محتاج مساحة يعني محتاج مساحة كبيرة. محتاج أوضة على الأقل تكون فاضية. أوضة تكون فاضية. لكن ما تفرغش جوه قفص أو تفرغ جوه حاجة فاهمني؟ عشان تفرغه طبعا ما ينفعش يتفرغ في بيت يعني في وسط ناس وكده، لازم تكون مخصص له أوضة. هنا طيب كده حتتين 3 من قلب البوكسة كده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو. ودانه بتسود ورجوله كلها بتسود. لا هو لما بيكبر بيقلب شكله خالص على فكره. بيبقى عامل زي القطه الصيامي. الثعالب الحمراء. الثعالب المره اللي فاتت لما كنا بنصور كان معانا ثعلب واحد كبير. الثعلب الرملي. ان شاء الله الحلقه الجايه نطلع فنك ان شاء الله. احنا عندنا حاجه كبيره وحاجه صغيره زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو.
احنا ادي ثعلب، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6. 6 ثعالب هم زي ما انتم شايفين. بياكلوا عشان خايفين فعايزين يستخبوا وخلاص. هم بس يا جماعه يعني ممكن يكون استغراب مكان، يعني هم كلهم عاديين جدا. استغراب مكان. طيب الاكل بقى الحجم يا احمد، بص كده فرق الحجم بين الاثنين دول. شايف؟ بص حتى لما ده ممكن يكون بقى عنده قد ايه وده عنده قد ايه كده. اتفرج عليهم اهو، بص كده فرق الحجم، فهيبقى فرق حوالي اسبوع ولا 10 ايام بالكتير بينهم. بص دي حته برضه كبيره ما شاء الله حلوه يعني، بس ده بقى يعني مش كبيره كبيره، كلهم جراوي كده لسه جراوي صغيره. كلهم جراوي. الكبير بيبقى شكله غير كده طبعا. يعني انا عايز اقول ان لو كبير بيبقى شرس. لو كبير بيبقى شرس مع يعني اصطياده، يعني بس لو انت مربيه من عندك وهو صغير ايوه مش شرس طبعا، بيبقى بني ادمين كويس جدا. ما هو دوت اللي انا عايز اقوله، ان هو دلوقتي بيبقى بالنسبه للثعالب لما بتكون جراوي كده صغيره ممكن تربيها عندك عادي خالص. دي جدا تربى في البيت اسمها القطط. ولو عندك قطط ما يأذيش القطط في حاجه. بالظبط كده. بالعكس القطط اللي ممكن تأذيه. هو ده اللي انا عايز اوضحه، ان هو لما يصطاد وهو كبير بيبقى شرس ملوش سعر. ما بالظبط كده، لكن وهو صغير كده هو ده اللي بيبقى ليه سعر، علشان خاطر بيبقى سهل ترويضه وسهل ان انت يعني تعمل منه مثلا تفريغ في قلب البيت او ان انت تربيه كحيوان اليف زي الكلب وزي القطه. وبعدين بنفضل في التربيه عن الكلاب عشان طبعا الثعالب مش نكسه. معظم الناس ما بترضاش تربي كلاب في البيت عشان الكلاب نكسه، لكن الثعالب طبعا الثعالب مش نكسه نهائي طبعا. تربيتها حلال 100%. الثعالب مش نكسه. الثعالب مش نكسه طبعا، الكلب هو اللي نجس. الثعلب مش نجس نهائي. يعني هو احنا ده من فصيله ايه بقى؟ ده السنوريات، من فصيله السنوريات. فصيله السنوريات بيقع تحتها الثعالب، بيقع تحتها الديابه، بيقع تحتها القطط والنمور والاسود، كل دي فصيله السنوريات. على العموم احنا برضو هنقوله ايه بالنسبه للثعلب والكلام من ده، او ما بين الفرق ما بين الثعلب والكلب احنا برضو ممكن نقول ان احنا برضو ايه، الله اعلم. لا مش ولا ده شيء اكيد. الله اعلم، لا بس ده شيء اكيد. ده شيء اكيد. الثعلب مش نجس. الثعلب مش نجس ابدا. انا ما اعرفش الكلام ده، لكن انا اعرف ان الكلب نجس. لا لكن انا يعني هو الثعلب بقى مش من فصيله الكلاب؟ لا مش من فصيله الكلاب، من فصيله السنوريات. اللي هي السنوريات منها القطط ومنها الثعالب ومنها الديابه ومنها الكلاب ومنها النمور ومنها الفهود. كل ده حاجات دي مش نجسه، فاهمني؟ الحاجات دي كلها يعني الديب مش من فصيله الكلب؟ لا الديب مش من فصيله الكلب، بس الديب يتجوز الكلب. الديب ممكن يتجوز الكلب. الديب ممكن يجيبوا حاجه مجنسه كده. يجيبوا حاجه اسمها ابن قوى. ابن قوى ده بيبقى شبه الديب بس بيبقى ايه صغير شويه، بس بيبقى واخد صفات الديب، بس بيبقى في الاول وفي الاخر اسمه كلب بلدي يعني ملوش سعر. لكن الديب الاصلي اللي هو الديب العربي اللي هو الديب الرصاصي ده بيبقى سعره غالي شويه. طيب بالنسبه بقى لطريقه الاكل بتاعته برضو بياكل عادي خالص. بص هو الثعالب يعني تاكل بيض مسلوق، تاكل جبنه قريش، تاكل فراخ مسلوقه، تاكل دراي فود، وممكن تاكل برضو زي ما الكلاب مثلا ما بتاكل برضو الرجول بس الناس لما بتيجي تربي حاجه في البيت بتفضل ما تاكلهمش لحوميات عشان يبقى ريحه الاخراج بتاعهم ما يبقاش وحش، فاهمني؟ فبيتحط لهم مثلا زي ما قلت لك كده، بتحط لهم بيض مسلوق، جبنه قريش، دراي فود بتاع الكلاب والقطط، ممكن اللهم صل وسلم، ممكن لبن وعيش فينو. لبن وعيش فينو بس زي فته كده يعني. بس اللبن والعيش الفينو طبعا مش ياما عشان اللبن بيعمل اسهال، فممكن مره واحده في الاسبوع بس كفيتامين. فاهمني؟ لكن تربيته سهله جدا، وحوار انك تعوده على الحمام. بصوا يا جماعه احنا لما قعدت اطبطب عليه شويه وقف اهوت وهدى، علشان الثعالب دي لسه جايه زي ما انتم شايفين كده اهو. هذا في ناس بتقلق ان تربي الثعلب لسبب اللي هو حوار الحمام وكده في البيت. فاهمني؟ لا هو الحوار الحمام سهل، والثعلب ذكي جدا وسهل انك تروضه. حوار الحمام انت هنعمل ايه بقى في حوار الحمام؟ ممكن تستخدم سبراي بتاع شركه اسمها شركه اوميلين. دي السبراي ده بتلاقي عند اي محل بتاع حيوانات. سبراي اسمه اوميلين، بتبقى بخاخه بيضه كده، بخاخه اسمها اون وبخاخه اسمها اوف، الاثنين تقريبا بيبقوا عاملين حوالي 100 جنيه البخاختين. اون واوف. الاون بتجيب انت مثلا اللي هي الرمله بتاعت القطط او اي رمله عاديه، بتحطها في لتر بوكس او في اي صندوق
بحيث ان هو يعمل فيه حمام. وهتجيب الاسبري اللي اسمه القن ده وبترشه على الرمله دي. ومثلا هو لا قدر الله مثلا انت جبته وشممته مثلا الرمله دي وهو ما عملش حمام فيه، عمل حمام مثلا على السجاده، هتقوم جايب الاسبري اللي هو الاوف وتقوم مرشش على السجاده. هيقول له لا اوف هنا ما يعني هنا ما تعملش حمام يعني. هيشم ريحه الاوف ده مش هيعمل حمام تاني خالص. مش هيعمل حمام. والاسبريات دي ما ريحتهاش وحشه يعني، الاسبريات دي ريحتها كويسه جدا. فاهمني؟ بس هي بتنبه الثعلب. لا ريحته بتهيج زي مناخيره شويه كده، فما بيرضاش يعمل هنا حمام خالص. فاهمني؟ ده علشان خاطر نعرف الحمام بتاعه ما بين هنا وهنا يعني. الثعلب بيحفظ اسمه، الثعلب بتدرب تدريب عالي جدا. بره في ناس مدربات تدريب عالي جدا جدا جدا. الثعلب ممكن تنزل تمشي بيه في الشارع عادي. زي الكلب بتلبسه سديري مش طوق بس، بتلبسه سديري وبتمشي بيه في الشارع عادي. السديري اللي هو برضه بسلسله يعني. سديري كده بيبقى شبه تبقى حزمه، عباره عن حزمه كده برضه ساعات بتلبس السديري. بتجيب له سديري حاجه اسمها كلب اسمه شواوا، بتجيب له السديري بتاع كلب الشواوا عشان الكلب الشواوا صغير. بتجيب له السديري بتاع الكلب الشواوا وبتلبسه له وتنزل تمشي بيه في الشارع عادي جدا. طيب يا جماعه انا عايز اقول لكم الثعلب كائن لطيف جدا، واحنا النهارده كان معانا هو زي ما انتم شفتوا كميه ثعالب وجبناها لكم علشان خاطر طبعا تشوفوا يعني ازاي قد ايه الثعالب اليفه جدا وطيبه جدا، وطبعا طريقه تربيته سهله جدا، والاكل برضو ما فيش اي فرق ما بينه وما بين طبعا الكائنات اللي احنا طبعا ياكل من البيت عادي يعني. اي حاجه في البيت هتحطها له الثعلب مش بيقول لا على الاكل. اي حاجه تحط له في البيت بياكل. يعني حتى ممكن بواقي حتى لو جعان يعني. لو جعان خالص هحط له حبه رز هياكل الرز ممكن. فاهمني؟ حته جبنه بيضايه مسلوقه، حته مثلا عظم فراخ، مثلا ممكن تجيب له هياكل، ممكن تجيب له رجول. بس هو كل واحد طبعا بياكل حسب مقدرته وحسب المكان اللي عنده. يعني في ناس مقدريتها تاكل على طول دراي فود. ايوه. في ناس مقدريتها لا فاهمني؟ يعني مثلا هياكل. احنا ممكن هياكل. هو مش مكلف. بواقي الاكل ممكن رز مثلا بخضار بكده. تربيته مش مكلفه، حتى سعره مش مكلف. فاهمني؟ طب الاسعار بقى، بالنسبه بقى للاسعار الدنيا ماشيه ازاي؟ الجراوي بتبقى طبعا متراوحه، انت عارف طبعا حسب المواعيد، في اول الموسم وفي اخر الموسم. هو يعني احنا عايزين يا جماعه النقطه دي مهمه جدا. انت عارف في اول الموسم وفي اخر الموسم بتبقى قليله، فتبقى غاليه سنه. بتبقى ساعات بتوصل مثلا ل 500 جنيه لكن جراوي. لكن هو متراوح سعرها الاساسي 350 300 400 في الرينج ده. يعني الاسعار طالعه ونازله يا جماعه، بس مش بتزيد على 500 جنيه. و500 جنيه دي تبقى في ايه؟ بالنسبه للثعلب ده. الثعلب ده الجرو. الكبير بيبقى سعره حوالي 200 جنيه 300 جنيه. بس الكبير اللي بياخده يعني ايه؟ بياخده مثلا يحط زينه. ياخد فر او ياخد يحط زينه مثلا، عنده مثلا بركه او عنده مثلا ايه؟ عنده مثلا اي حاجه ممكن يتربى في قفص. بس ما يطلعش بره القفص بتاعه. ما يطلعش بره القفص بتاعه. ما يطلعش بره القفص بتاعه لان هو بيبقى شرس وعضته وحشه جدا. لكن دوت يا جماعه لو اتربى من صغره عند اي حد بيفضل هادي جدا زي ما انتم شايفين، وبيكبر على الهدوء اللي انتم شايفينه ده. طبعا النهارده كان معكم احمد شويبس واحمد السكندري من قناه نجاح بلا حدود، وعايز اقول لكم ان يا رب نكونوا يعني ادينا لكم معلومات، او اي حد كان بيبحث عن الموضوع دوت وعن الجراوي بتاعت الثعالب. جراوي بكل الانواع. بالظبط كده. وفي شحن لجميع المحافظات طبعا لحد البحر الاحمر. دي حاجه معروفه طبعا، احنا بنذيع عشان الناس برضه تبقى عارفه برضه فاهمين. في شحن جميع المحافظات من اول اسكندريه لغايه اسيوط يا جماعه، لحد البحر الاحمر كمان. طبعا كان معكم احمد شويبس واحمد السكندري من قناه نجاح بلا حدود. ما تنسوش لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.